ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هجرب معاكم مطعم اول مره هجربه. هو مطعم فرايد تشيكن اسمه روكيتس. روكيتس مطعم انا شفت اعلاناته كتير على الفيسبوك في الفتره الاخيره، فقررت ان انا اجربه لاول مره معاكم. جبت من عنده حاجتين. هو الاعلان اللي انا شفته له كان للبطاطس. بيعمل 3 انواع بطاطس في علبه واحده. المفروض اللي هي الفريسكس والفرنساوي والوافل. هم الحقيقه كلموني وقالوا لي ان في نوع منهم مش موجود. هم حتى مش جايبينهولي في العلبه اللي هي المفروض تيجي فيها، هم جايبين لي كل واحده لوحدها للاسف. انا كنت عايزه العلبه بقى اللي في الصوره بقى وكده، بس يلا مش مشكله. دي البطاطس الوافل، ودي هي بصوا مغلفينها حتى بالبلاستر ده او السوليتاب اللي مكتوب عليه اسمهم. حركه حلوه برضه. هو جاب لي 2 وافل، جاب لي 2 فريسكس لانه ما لقاش وافل للاسف. انا طبعا كان نفسي اجربهم هما الاثنين، فخلاص كده واحده فيهم احنا هيعتبر معانا نوعين بس. ده الفرنساوي اكيد، اللي هي البطاطس العاديه يعني. بيني وبينكم انا كنت جايباها عشان الوافل، بس يلا مش مشكله. بيجي معاها جار جبنه. المفروض ان التلاتة مع الجبنه عاملين 140 جنيه. تعالوا بقى ندوقهم شوف يستاهلوا ال 140 جنيه. يلا بسم الله. صوص الجبنه حلو، هو خفيف بس شويه بس حلو. طبعا البطاطس زي ما احنا عارفين على بال ما بتوسع بتكون ماتت، فهي يعني يعتبر معقوله. تعالوا نشوف الفريسكس. لا الفريسكس حلوه، حلوه قوي. هم عاملينها اللي هي بطاطس مهروسه وبعد كده مقليه، طعمها حلو قوي. والجبنه كمان حلوه بصراحه. بدايه موفقه. كان نفسي النوع التالت يكون موجود، اكيد كان هيفرق يعني. كده اول حاجه جبناها موفقه جدا. انا هخلي طبعا صوص الجبنه علشان اللي جبته بعد كده. جبت الوجبه اللي عليها عرض في الابليكيشن بتاعهم. هي عباره عن قطعتين فراخ وجناحين وواحد رز واتنين عيش واتنين كاتشب. تمام. بما ان الوجبات ما معهاش كول سلو، ما اقدرش اكل فرايد تشيكن من غير كول سلو، فانا جبت التلاتة دول. هو الواحده ب10، وهم بيبيعوا التلاتة مع بعض. لو خدت التلاتة ب25، فكانش ينفع افوت العرض بتاعهم يعني. يا رب تطلع حلو. حط واحده بس وشيل الباقي. نشوف بقى الفرايد تشيكن. هم حاطين جناحين من النص خالص، وقطعتين ورك. للاسف ورك ودبوس. طب كنتوا حطيتوا حته صدر، يلا مش مشكله. بس القطعه حجمها كويس يعني. الدبوس حجمه حلو، والورك برضو الورك وسط يعني، لا كبير ولا صغير. الاجنحه هي اللي صغيره. المهم الطعم. تعالوا ندوق الدبوس. بسم الله. انا جربته سبايسي. الفراخ نظيفه من جوه، ما فيهاش زفاره، طعمها حلو. والحرقيه بتاعتها هاديه، مش اللي هي تضايقك قوي يعني. الحرقيه الطبيعيه بتاعت فرايد تشيكن وداخله جوه، طعمها حلو. هي بس الكرانشي اللي بره كان عايز يقرمش اكتر من كده شويه، لان ممكن يكون من التوصيل بقى خدت وقت كده، فالقرمشه بتاعتها قلت شويه. طب تعالوا نشوف الجناح.
الجناح مقرمش اكتر، بس بصراحه الجناح حاسه الزيت بتاعه او طعمه فيه طعم زي زفاره شويه، بس زفاره سمك. يعني عارفين لما تقلوا في زيت مكانه سمك؟ انا حاسه كده. ما حسيتش ده في الدبوس. الدبوس لا، ما فيهوش اي زفاره بصراحه. انا حسيت ده في الجناح بس، لكن الفرايد تشيكن القطع لا كويسه، طعمها حلو، ما فيهاش زفاره، والتتبيله واصله لجوه فعجبتني. انما الاجنحه بقى ما مش عارفه هل تقلوا دي في مكان ودي في مكان، مش عارفه. تعالوا نجرب بقيه الحاجه اللي معاها. نجرب الرز الكول سلو. رز بسمتي وريحته متبهره حلو. جايبين كفرات شكلها حلو برضو، فيها معلقه وجلافز، منديل ووايبس. حلو. تعالوا ندوقها. رز كويس، متبهر كويس، عادي يعني مش مميز. العيش طازه يعني، بصوا مش العيش فريش مش بايت، دي برضو حاجه كويسه. تعالوا ندوق الكول سلو المحبب الى قلبي. هو فيه حتت كبيره وحتت صغيره، في تفاوت كده في الحجم شويه. كول سلو حلو مظبوط، وسكره مظبوط، ممكن يكون زياده سيكه، بس هو بالنسبه لي حلو قوي. انا بحب الكول سلو كده. بس هي دي الوجبه. نسيت صح اعمل الحركه اللي انا بحبها، صوص الجبنه بقى. بحب قوي كده، بحب قوي اخد الفرايد تشيكن واحطها في صوص الجبنه كده واكلها. ونلغوص بقى. بوجه عام عجبتني البطاطس قوي، الفرايد تشيكن حلوه جدا جدا مظبوطه، هي بس عايزه تقرمش شويه، والاجنحه يشوفوا هما بيقولوها في انهي زيت يغيروه، لكن بقيه الوجبه حلوه وتستاهل. دي عامله 120 جنيه في العرض. شايفه سعرها كويس جدا بالنسبه للاسعار المتواجده يعني. بس هي دي كانت تجربتي من روكيتس. اكررها تاني، هكررها تاني ان شاء الله، بس اتمنى يكونوا صلحوا العيب بتاع الزيت ده. تمام، يلا باي باي.